في ناس كتير ما يحللهاش يومها غير لما يشرب القهوة أم وش. وأنا بقى من هنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي بيتجوز مغربية يبقى هو كده حلى يومه كل يوم. الله. شباب كتير طبعا حاسس اللي هو ضايع ومش حاسس اللي هو بيحقق أحلامه، وحاسس إن أيام الأسبوع كلها بقت شبه بعض وملل. نفسك تحس إن أنت كده الباتشينو في نفسك ولا سيلفستر، يبقى ما قدامكش غير حل واحد بس. ايه الحل؟ اتجوز مغربية. بلا شك. كاينين بعض المغربيات ما عجبهمش انه انا نجامل في يوم. شنو رايك يا وليد؟ احنا لما بنتكلم عن المغربيات الواحد بيتكلم عن تجربة شخصية. الغريبة ان مالناش دعوة. اللي مش عاجبهم اصلا يعني متجوزين بره المغرب. والله يعني يا ريتهم مثلا متجوزين مثلا في المغرب مثلا، او هم مثلا بيقول لك احنا بنعشق التراب المغربي ولا الكلام دوت. يعني هم المشكلة أصلاً اللي خارج بيعترض البلاد. اصلا هم مش عايشين في المغرب وعايشين في مصر وعلى بتركيا تراب ده. مصر ومش عاجبهم اي حاجه. الناس دي خلقت لتعترض. وانا لما باجي بتكلم على المغربيه الواحد بيتكلم على تجربه شخصيه. في ناس يعني كتير نحن اتجوزت مالناش مغاربه، دعوة. اتجوزت مغاربه وفشلت، وفي ناس اتجوزت مصريين وفشلت. ونجحت الحمد لله فكل زينا. واحد حسب ما يعني حسب تجربته وحسب اللي حصل معاه، واخر وربنا يوفق رساله الجميع. اللي بغى يهضر يهضر.